قال هذه بعض الأسئلة يرجو الإجابة منه. هذه الحركة في الصلاة من فتح الباب لمن كان عن اليمين أو الشمال أو قدام أو خلف، هل هذه الحركة تضر بالصلاة؟ شاء في حديث عائشة أنه تقدم وفتح لها ولا يثبت هذا الحديث، ولكن إن لم تخرج هذه الحركة عن هيئة الصلاة فلا بأس أن يتقدم، فقد تقدم رسول الله وساع الشاه، تقدم رسول الله وخنق الشيطان. فإذا تقدم المصلي للحاجة ولم يكن في هذه الحركات إخلال بالصلاة وهيئة الصلاة فلا بأس أن يتقدم ويتأخر، وقد تأخر معه الصحابة أيضا إلى أن وصلوا قريب صفوف النساء ثم تقدم بهم عليه الصلاة والسلام. فالحركة لحاجة ما فيه مانع إن شاء الله، والحركة لمصلحة الصلاة لا إشكال فيها. وقد أذن بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا يحتاج إلى حركة ولا يخل بالصلاة، وإنما الحركة التي تخل بالصلاة هي التي تخرج المصلي عن هيئة الصلاة تماما. حركة العبث أيضا فهذه تخل بالصلاة، فقد تبطلها وقد تضعف أجرها على حسب الحركة من حيث الكثرة والقلة فيها. فإذا أخرجته عن الصلاة تماما أبطلت صلاته. إذا لازال يعي الصلاة في الصلاة وتحرك مثل هذه الحركات التي لا حاجة له في تحركها أو حركات العبث فهذه تضعف